لا 90 110 مش معقوله انت ايه ده؟ مفيش اي انا دايما بدمر الدنيا كده، سامحيني يا نور. لا انت دمرتها اصلا. خلاص. يعني ايه نسفتها؟ اعتبري انا ما قلتش يا حاجه. جماعه على فكره الحوار بيلف معنى كده ان انا مواليد 2010 مثلا انا جاي لحد 2010 سلامه مثلا لا، محمد دول شعرك اصغر اتنين موجودين قاعدين معانا. وسلام اصغر كمان. انا 21 سنه تقريبا. احنا بنفكر ان احنا ما ندخلش هنا اقل من سن خلاص هنطبق اندر ايج خلاص. نشوف طيب مشهد لطارق عبد العزيز سيد جوز اخت رحيم، والحقيقه انه كان دور مهم جدا، وهنشوف المشهد ده لما دخل عليه رحيم في البار. يلا هات كل الفلوس والورق اللي في خزنه، يلا بسرعه انجزي. ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم، انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين يا اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ مش عارفين مين ده كاريكات؟ ده صاحب المكان وقمر الزمان. ولا ليك شويه يا رحيم؟ لا يا رسول الله، احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحيه هنذبح فاحنا هنذبح. الجاكيته الشموار رهيبه اللي انت لابسها دي، رهيب. يعني ده برضو جزء من كان مهم انه يبقى شخصيه، هو يعني برضو اللي هم بيطلعوا مناطق شعبيه بيبقى عايز يبقى له ريش في علاجه حاجه، والدبوس والتفاصيل رحيم. كميه تكسير في الديكور، كل ده فلوس. وده ديكور اصلا، مش يعني هو كان الطبيعي اي حد هيفكر على الورق ان احنا عندنا مركب وبتاع، كان المنطقي ان احنا هنروح نأجر مركب، يعني من الحاجات اللي هي المطاعم الجاهزه اوريدي اللي على النيل. بس الفكره انه كان شكل المركب متطلب مواصفات معينه، فكره المكتب اللي باصص على الصال يعني ليها حتى على الورق مكتوبه لازم تتنفذ كده. وبصراحه ايمن فتحي برضو عامل المركب بالديكور هايل. قمر. وايمن فتحي ده المهندس بتاعنا طبعا. اللي هو يعني عامل لنا ديكور البرنامج، فده صديقنا في CBC. خلينا نشوف الكواليس، جزء من الكواليس. والحقيقه ان الكواليس كان فيها ضحك كتير جدا على فكره. احنا كل ما بنطلع بريك او حاجه المكان ده كله ضحك. اتمنى كان نفسي ان انتوا تسمعوه، بس ما فيش داعي. نشوف بقى. رحيم لو عظم في قفه ما بيسيبش حد. اكشن. عشان بس بصور بالتليفون بتاعي. فؤاد يا الترى. اتفضل. ماشي يشتم فينا كلنا كده ليل ونهار. شريف هو السبب، جايله واتخانقوا مع بعض. شريف مين؟ ده مش معانا في المسلسل، مش معانا في التمثيليه ده. امال هشام. امال اسمه ايه؟ هو في ايه؟ امينه بتقولي انها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق ايه ده؟ المفروض ان ده سر بيني وبين اسمه ايه ده، محمد رياض. حاسس البيت بيتكسر. يلا
شفت بقى؟ والله انا عارف حضرتك. شفت بقى دي؟ المدام بتقول لحضرتك هتتعشي؟ لا شكرا. نعم وده بس انا شفت الكاميرا مره واحده مش شايف حاجه اصلا. لقيت النار طلع. هشام انا عايز كل مش انت يا بيه. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت جاي تفتح محل فطاطري؟ طب يلا يلا ما تجيبوا لنا يا جماعه شويه فلوس تانية، يعني الاكله دي لوحدها ب 400 جنيه، بكام يا جماعه الطقم ده؟ بس انا طالع 200 جنيه بس شغال؟ خد 400 هطلع 400 بس واحطهم؟ طب نطلع فلوس ناخد منهم 400 نحطهم. انت عارف ان احنا هنا بنشتغل ب1000 طريقه، لكن مش كالت مورتي. انا مش هعمل لك حاجه. الهام مين يا الهام؟ مين ده يا الهام؟ مين ده يا الهام؟ انا ما مشيتش. محدش قال لي امشي والمصحف. انا بحب البحر قوي. ما توجعسيش قوي كده عشان مش باين. محمود يا حلم حاسب وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله ده. ما انت مش عايز تفهمني. لا معلش انت في البلد ده هتموتني من الضحك. ابو ورد يا هذا دقني طلعت يا بابا. دقني طلعت من فوق. اتفضل. اهلا يا باشا اهلا يا باشا السويس كلها نورت. تاني معلش عشان كانت ضحكت. يلا ابن رحيم لو عظمه في قفه ما يسيبش حد. يعني بيقولوا دي الحاجات اللي ينفع انها تتذاع، ويعني اظن تعملوا فقره كوميدي بقى بعد كده من والله ينفع جدا. انا في عنده 30 انا حلقه عمال اضحك. تانيين. انا في حاجات واحنا بنتفرج على الماتيريال ده انا وريمون قاعدين بنتفرج بنعيط في رياكشنات اصلا. يعني ايه يعني ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ في ضيوف الشرف طبعا كان في جميله هاله صدقي كانت ضيفه شرف، وطبعا الفنان الكبير احمد السقا طبعا فتحي عبد طبعا لو وفتحي فتحي عبد ابو الوهاب واحمد زاهر واحمد زاهر الحقيقه في الحلقات الاخرانيه وادوارد محمد التاجي استاذ محمد التاجي والدكتور اشرف زكي. دكتور اشرف زكي يعني